سبب اختيارك لفئه تعمل لها تارجتنج بيكون مبني على نقط القوه بتاعتك. فلو انت عارف ان مثلا انت بتعرف تخلص بسرعه قوي، روح على الناس اللي بتشتري هدايا في وقت متاخر، هم دول اللي انت بتبيع لهم. طب ما في ناس تانية بتشتري كوليكشن عشان يستخدموها في الافري داي يوز، انت عارف ان الكواليتي عندك مش رقم واحد. لكن لو عندك الكواليتي فيري بريميوم، روح على الناس اللي بيقدروا الارت او بيقدروا الكواليتي او بيقدروا البريميومنس، ما تروحش على الناس اللي بيدوروا على احسن فاليو لاقل سعر. فلما بتعمل تارجتنج بتختار التارجتس بتاعتك على نقط القوه اللي عندك دلوقتي. اللي بتكلم فيه ده سبيشالي للاس ام ايز، الشركات الصغيره والمتوسطه. يمكن لو كوربريت او شركه اوريدي فاينانشالي انيبلد ومعاها فلوس كويسه، تقدر تختار اي تارجت وتعرف تهيت التارجت ده كويس. انا هروح على الفئه دي بالذات واعرف اجيبها. انلس ان معاك البادجت دي، فبتختار الناس بناء على نقط القوه اللي عندك حالا. مثال على كده، انا قلت لكم ان احنا كارنتلي في كورسز ركزنا على الدبلومه واحده بتاعت البيزنس اونرز. ليه؟ عشان احنا سعرنا اغلى من السوق، سعرنا مش رخيص، فانا مش عايز انافس على السعر. وفي نفس الوقت السعر ده مش اكتر حاجه الناس تقدر تدفعها لو ستودنتس او فريش جرادز. فايه الحل؟ التارجت اللي يقدر يدفع. مين اللي يقدر يدفع؟ بزنس اونرز. طب ما احنا وي هابن ان احنا بنتعامل مع بزنس اونرز كتير. في سنتين اشتغلنا مع يمكن 95 كلاينتس ولا حاجه، فبعرف اتعامل مع بزنس اونرز كويس وسينيورز في الفيلدز بتاعتنا، مش صغيرين بنشرح وكده. فنقطه القوه بتاعتنا حاجه هم بيقدروها، ونقطه الضعف بتاعتنا اللي هي كارنتلي السعر مش فارقه قوي معاهم. يبقى هي دي الفئه اللي انا هستهدفها. هل عشان انا اكتر حاجه احب اشتغل معاها البيزنس اونرز؟ مالهاش علاقه، عشان هم انسب فئه اعرف اكسب منها دلوقتي.